بقاله 30 سنة لا زار أخته ولا رفع عليها سماعة التليفون. بقى عنده 77 سنة وأخته عندها 70 سنة. ولاده ما يعرفوش عمتهم ولا عمرهم شافوها. في يوم حس إن مقبوض ومش مرتاح وإن في حاجة هتحصل، فقال خلاص كفاية كده. قال لمراته وعياله يلا عشان هنخرج في نزهة. وصل عند بيت أخته، خبط على الباب، خرج له شاب. قال له مين حضرتك؟ ما يعرفش إن ده يبقى خاله. قال له مش ده منزل فلانة بنت فلان؟ الأخت قاعدة جوه سمعت صوته من جوه، خرجت تجري وهي عندها مشكلة في رجليها، بس عرفته من صوته، اترمت في حضنه وقعدت تعيط وتقول له هي دي وصية أبويا، 30 سنة وأنا بحاول أزورك أو أكلمك في التليفون وأنت رافض، هي دي وصية رسول الله فينا. قعد مع أخته وقضى معاها اليوم وبعدين روح بيته. تاني يوم مراته بتصحيه لقيته مات. بعدها ب4 أيام أخته كمان ماتت. ربنا لطف بيه لما كلم أخته وواصل رحمه قبل ما يموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ابعت الفيديو ده لأي حد انت عارف انه قاطع رحمه.